والرئيس قيس سعيد. الأحداث والأزمات المؤسفة تتفاقم في تونس في 2024، وهذا العام سيكون قاسيا على الأجواء التونسية وخاصة الأجواء السياسية والاقتصادية، والتغيير الكبير في تونس أراه أصبح ضرورة واقعة لا محالة. بتشهد تونس احتجاجات عارمة بالطالب بالتغيير وإسقاط النظام، وأرى الرئيس التونسي قيس سعيد في حالة إرباك شديدة ورئاسته على المحك. كارثة طبيعية بتقترب من الأجواء التونسية والله الحامي. كارثة؟ نعم طبيعية. 24 هي سنة الاستقالات والغياب البارز والمفاجئ لعدد من الشخصيات السياسية من رؤساء ووزراء ونواب وقيادات بارزة وخاصة في بعض الدول العربية، ومنها لبنان إذا بدك، ومنها تونس والعراق والسودان. تونس يعني رح نترحم على 2023 لأنه في ناس يعني قالت لي كيف عم تقولي إنه تونس ستصبح يوما ما مثل الإمارات. تونس خضراء. بالخلال السنوات الجاي تونس ستزدهر وما كأن تونس حاليا، وراح تصير إعمار واقتصاد وسياحة، لكن مش هلا بس. من هلا لوقتها في كتير من الكوارث التي يعني بدنا نقول 2023 رح نترحم على هذه السنة. صحيح. عن جد عم تحكي؟ نعم رح نترحم على سنة 23 و22 وال21.